عمرك فكرت ترسم خريطة لمخك؟ مساء الفل. توني بوزان عالم سيكولوجي مشهور جدا الف تكنيك سماه مايند مابينج. في الحقيقه ان التكنيك ده بيستخدم لتنظيم الافكار، حاجه بتساعدك ان انت ترتب افكارك وتشوفها قدام عينك علشان خاطر مخك يفضل فاكرها على طول. كلنا عارفين ان العين بتشوف اي حاجه عن طريق صور، وده بالظبط اللي توني بوزان كان بيتكلم عنه. فكره توني بوزان كان ان احنا نحول الافكار لشكل صور نقدر نريكول في اي وقت ونقدر نعمل لها بريك داون عشان نقدر نحولها لاهداف. توني بوزان اخذ الفكره ديت وابتدى يشتغل عليها، واللي بناء عليها الف كتبه وابحاثه. عشان نقدر نعمل مايند ماب محتاجين نجيب ورقه فاضيه، ومستحسن تكون ورقه A4 بيضه. بعد ما نجيب الورقه هنكتب الحاجه اللي احنا عايزين نعمل عليها مابينج في نص الصفحه. خلينا ناخد مثال، مثلا الرياضه. انا عايز اعمل خطه تدريب ليا عشان داخل مثلا بطوله، بس في الحقيقه الموضوع مش متعلق بس بالرياضه اللي انت بتلعبها، ده كمان في اسبيكتس تانية محتاج تبص عليها جنب الرياضه بتاعتك، زي النوم والفتنس وحاجات تانية بتتعمل. هنكتب اسم الرياضه في نص الورقه ونبدا نرسم رسمه تعبر عن الرياضه ديت بالنسبه لينا، وبعد كده هنبدا نطلع فروع للرسمه ديت، والفروع دي هتمثل الحاجات اللي جنب الرياضه اللي احنا بنلعبها، ودي اللي احنا بنسميها بيزك اوردرنج ايدياز. ودول هيبقوا بيمثلوا الجوانب اللي محتاج مخي يركز معاهم عشان نقدر نوصل للهدف ده. كل جانب من دول هنزل بيه بتفاصيل اكتر، وبعدها هنزل بتفاصيل اكتر، وبعدها هنزل بتفاصيل اكتر، وكل ما يجي في دماغي فكره جديده او فرع جديد هبدا ازوده على الماب بتاعتي. فنكتشف هنا الافكار في نفس الحاجه ممكن توصل الى ما لا نهايه، وعشان كده هنحتاج ان احنا نحولها لتاسكس ونحط لها اكشن بلان. وهي دي ميزه المايند مابينج، انها بتساعدني انزل للتفاصيل لمستوى عمري ما كنت اقدر اوصل له من غير الطريقه دي، او اصلا كنت اتخيل ان انا ممكن اوصل له، لان التكنيك ده اسمه فيجواليزيشن. حاول بس وانت بتعمل الماب بتاعتك انك تركز تكتب كلمه واحده في كل فرع. ليه؟ لان الكلمات دي بالنسبه لينا اسمها كي نوتس او كي ايدياز، كل واحده منهم تحتها تفاصيل كتير قوي. لما بتحطها في جمله بتخليك مقيد، ما بتعرفش تفكر في التفاصيل بره الجمله دي. حاول تستخدم الصور والالوان في الماب بتاعتك عشان تخليها مور انجيج واتراكتيف، وعشان تقدر تعمل المعلومه ريكول بشكل اسهل. المايند مابينج ممكن يستخدم في حاجات كتير جدا، البلاننج، الاورجنايزنج، ممكن كمان تستخدمه لو عايز تفتح مشروع لنفسك. ونشوفكم الحلقه الجايه.